واخيرا الفيديو اللي راكو كامل تستناو فيه. اليوم ندير لكم تشيز كيك بذوق الليمون. هاد الوصفه بالنسبه ليا هي لا ميور، ومع هاد السخانه على بالي كامل تحوسوا على حاجه منعشه. يتسمى نقول لكم تابعوا الفيديو للاخير باش ما تراطيوش التفاصيل. وقبل ما نبداو قولوا لي واش راكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا فيفي درت لكم سلسله من الوصفات الخاصه بالتشيز كيك تحت شعار مع فيفي تعلم باطل وبدا مشروعك. خاطرش هاد الوصفات تقدروا تخدموا بهم مشروع خاص. يلا دوك نروحوا نبداو، راني متحمسه ندير معكم الحاجه الاولى اللي نبداو بها تشيز كيك تاعنا بذوق الليمون هي كريمه الليمون. كيما راكم تشوفوا في كاسرونه ندير 100 غرام سكر، نزيد عليها 100 غرام عصير الليمون بيان سور صفيوها، ونزيد هنايا البيض. عندي 2 حبات كاملين وواحد صفار. فهمتوا؟ كلش راهو باين وراني درتهم كامل قدامكم. دونك اكتبوا معايا المقادير. قلنا 100 غرام سكر، 100 غرام عصير الليمون، مع 2 حبات بيض كاملين وواحد صفار. عندنا المارغرين بصح نخليوها هي الاخرى، ما نديروهاش هنايا في هذه المرحله. كاين يحب يزيد معاه ملون اصفر بصح انا نقول لكم ما كان باسكو هذاك الجون دوف راح يمدلها ديجا اللون الاصفر. دونك كيما راكم تشوفوا راني خلطت هاد المكونات الاولين بارد في كاسرونه، ونحطهم على نار هادئه ونقعد نخلط. هنا دوكا جوست حطيتها، نروح نوجد هنايا واش عندي الجيلاتين. كيما راكم تشوفوا هنا في هذه الوصفه خدمت بجيلاتين اللي تجي هكذا اوراق. ورقه جيلاتين وحده حطيتها في ماء بارد، يعني عمرت ديريكت الماء وحطيت فيه الورقه تاع الجيلاتين. علاش درتها في هذه المرحله؟ باش لو طون تغلي لي كريمه الليمون يكون كلش واجد ونحطها باش ما تذوبليش كامل. الوغ هنا راكم تشوفوا هنا كريمه الليمون تاعي بدات تحكم روحها. هنا في هذه المرحله نزيد عليها المارغرين اللي هي تاني تقيس 100 غرام مارغرين. المقادير هادو كامل نكتبهم لكم لتحت في صندوق الوصف باش تشفاو عليهم. بيان سور نتوما كي راني نهضر نزيدو كتبوهم. كريمه الليمون هذه دوك واش ندير بها؟ انا نستعملها ندير فيها حشو للتشيز كيك، حبيت ندير فيه حشو بيان سور، ونزيد ندير بها الثاني الديكور الفوقاني. دونك هاد الكميه رايحه نقسمها على 2. هنا دوكا راكم تشوفوا خلط نحيتها على النار وخلط. هنا كانت دابت هذيك المارغرين وحطيتها هكذا وخلط حتى انسجمت كامل مع كريمه الليمون. هنا نزيد عليها الجيلاتين اللي قلنا هي عباره عن ورقه واحده تاع الجيلاتين، نحطها ونخلطها مليح بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. يعني كيما راكم تشوفوا المراحل كامل باينين وواضحين. والا ما فهمتوش كاش حاجه اكتبوا لي في التعليقات ونجاوبكم كامل، وان شاء الله كامل تديروه وتنجحوا فيه. انا نفرح كي نشوفكم تطبقوا هاد الوصفات خاطرش فريمون تعبت عليهم. وكاين ناس يقراوهم بدراهم، انا راني جبتهم لكم كامل باطل. كيما درت لكم ورشه تاع الحلويات التقليديه والعصريه، هنا دوكا درت لكم هادو تاع تشيز كيك. هنا شوفوا جبت سيرسو انا تاعي شويه صغير، خاطر المول اللي خدمت فيه تشيز كيك كان القطر تاعو 18 سنتيمتر. الوغ دو بريفيرونس السيرسو يكون 14 ولا 15 سنتيمتر. دونك السيرسو تاعي حطيت فيه كميه نصف كميه تاع كريمه الليمون، والنصف الاخر خليته هكذا في بول وحده نغطيه. واللي درته في السيرسو نحطه في الكونجيلاتور حتى يتكونجلا باش نستعملوه للحشو. قلنا والاخر نغطيه ونخليه بتجيه باش من بعد نزين به التشيز كيك تاعي. هذه المرحله الاولى اللي نديروها كي نكونوا رايحين نخدموا تشيز كيك بذوق الليمون. هنا دوكا رانا متفاهمين. نروحوا دوكا نكملوا الكريمه تاعنا. كيما راكم تشوفوا هنا دوكا عندي شوكولا بيضه، عندي 100 غرام شوكولا بيضه، حطيتها على حمام مائي. كي بدات تذوب خليتها تذوب بعقلها وجيت نوجد الجيلاتين. هنا في الجيلاتين درت 2 ورق تاع الجيلاتين كيما راكم تشوفوا فيهم هنايا. نحطهم في الماء كيما درنا في الجيلاتين اللي حطيناها مع كريمه الليمون. دونك نحطهم هكذا في الماء ونخليهم حتى يتلقوا روحهم والشوكولا البيضاء تاعي تذوب باش من بعد نخلطهم كيف. مراحل سهله ومقادير بسيطه وعطيت لكم كلش مضبوط، يعني باش ما تقولوش هذيك كذا ولا هذيك كذا. طبقوا كيما راني نقول لكم تنجحوا في هذه الوصفات. وانا قلت لكم اللي يحبوا السيترون جو سوي سور كو هذه الوصفه راح تولي لكم ادمان. الوغ
راني نخلط شويه شوكولا تاعي لهيكا كيما راكم تشوفوا حتى تذوب كامل هايلك، باش من بعد نحط عليها الجيلاتين بيان سور كي نشدها نعصرها نحي لها داك الماء الزايد باش نستعملها. نخلط مادام الشوكولا تاعي مازالها سخونه، هنا راح تذوب لي فاسيلمون. هنا شوفوا كم استعملنا شوكولا بيضاء، حنا هذه على بالنا بلي كامل جايه شغل حساسه فراجيل. تشوفوا اللون تاعها بدا يتبدل ماشي كيما كانت مع الاول، تبدا تحكم روحها. ما تخافوهاش نورمال، هذه شيء عادي. كملوا برك حركوها مليح حتى تنسجم، ولازم من بعد تخليوها تبرد شويه حتى تلحق 35 ل 40 درجه هكذا، باش من بعد تزيدوها في المراحل الاخرين. دونك هاي اللي كان دوكا مر ما تخلطت نخليها غدكم شويه ماشي حتى تعاود تيبس، باسكو الا يبست وخلطتوها مع الكريمه رايحه دير لكم حبيبات والكريمه تاعكم ما تجيش ليس. شفاو على هاد المعلومه، لازم تكون شويه تياد ما تكونش دايبه. دونك هنا دوكا نجي نكمل توجور رانا مع كريمه تاع تشيز كيك. هنا في الغيسيبيون انا كنت دايره في بالي بلي راني نصور، فينالمون ما صورتش. مين نقول لكم درت 350 غرام كريمه سائله. كريمه السائله نستعمل اللي تكون 35% ماده دسمه. اشفاو لازم تكون 35 ماده دسمه. هذه حاجه مهمه لازم تشفاو عليها. من بعد نزيد لها السكر. هنا بالنسبه للسكر خدمت بالسكر غلاس، درت 150 غرام تاع سكر غلاس. انا فرانشمون ما نحبش بزاف الحلاوه، وإلا كنتو تحبوه بزاف حلو تقدروا ديروا حتى 200 غرام تاع سكر غلاس. مي انا ننصحكم ديروا كيما درت انا، ديروا 150 غرام تاع سكر ناعم، باسكو فيها ديجا شوكولا بيضاء، فيها لانسير. شوفوا هذا الميلونج كامل راح يمدلكم حلاوه معتدله، ما راوش رايح يكون يقهم. هنا شوفوا دوكا انا هنا الشوكولا تاعي كانت بدات تبرد لي شويه، هي نورمالمون ما نخليهاش حتى لهكذا. هنا كي قستها كانت 30، دونك كيما قلت لكم لازم تكون 35 ل 40 درجه باش خاطرش من بعد انا هنا كي خلطتها ولا كريم تاعي الكريمه السائله كانت بارده، دونك كان دارت لي شويه حبيبات. هنا سي بور سا قلت لكم ما تخلوهاش حتى تذوب كامل، حتى تبرد كامل عفوا. الوغ هنا مور ما درت هاد المكونات دوك نخلطهم كامل حتى ينسجموا. قلنا ندير الكريمه السائله، السكر والشوكولا البيضاء، نخلطهم كي يبداو ينسجموا هاد المكونات باش نزيد عليها الماسكاربون تاني حاجه مهمه. الماسكاربون درت 300 غرام تاع ماسكاربون، لازم تكون بارده. الماسكاربون والكريمه السائله لازم يكونوا باردين. دونك انا دوك نكمل نخلطهم مليح حتى الكريمه تاعي تولي حاكمه روحها. هنا ملاحظه كي تكونوا تخلطوا زيدوا في لا فيتيس، مي قبل ما تحبسوها كامل نقصوا له يكون في السرعه رقم 1، خلطوا به شويه باش يجي القوام تاعها ليس وتجي تجي ليس فوالا، ما تجيش هكذاك منفخه لا كريم. نورمالمون ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هنا دوكا عندكم حاجه، انا بويسك درناها بذوق الليمون، هنا تقدروا تزيدوا لها نصف ليمونه تعصروها، هذاك الجو تاعها تزيدوه هنايا. انا صراحه ما درتهاش خاطرش هاد الكريمه درت بها نوع ذوق اخر، دونك خليتها هكذاك طبيعيه ما زدت لها حتى ذوق. مي كيما قلت لكم الا تحب تقدروا تزيدوا لها نصف حبه ليمون تعصروها ولا ديروا فيها اغوم تاع الليمون، يعني هنا لكم الاختيار. هاي لك الكريمه تاعي دوكا راهي واجده، ونروحوا دوكا نكملوا المراحل الاخرين. هنا دوكا نروحوا نوجدوا القاعده تاع التشيز كيك تاعنا. هنا القاعده شوفوا درت عندي 200 غرام تاع بسكوي. بالنسبه للبسكوي شوفوا استعملوا النوع اللي حبيتوه، مي دو بريفيرونس ديروا النوعيه اللي تكون بنينه باش تزيد لكم الذوق في التشيز كيك تاعكم ويجيكم صح بنين. هذا هو السر، باش تحصلوا على تشيز كيك بنين لازم تستعملوا مكونات بنان. من بعد هنا بالنسبه للزبده درت 80 غرام تاع الزبده. هنا صراحه انا زدت لها من بعد 5، يتما ديروا 85 غرام تاع زبده. كيفاش تعرفوا بلي هذاك هو القياس تاعها اللي لازم؟ اون فوا تزيدوا المارغرين هذيك تكون تياد، تخلطوا من بعد شوفوا حكموا هكا كمشه، ديروا هكذا زيروا عليها كيما راكم تشوفوا. كي تفتحوا يدكم تقعد بهذاك الشكل، مي اون فوا ديروا هكا تفتتوها تتفتت، هنا اعرفوا بلي هذا هو القوام اللازم. من بعد نجيب المول اللي رايحه نخدم فيه. انا هنايا استعملت مول
القطر تاعو 18 سنتيمتر. مي هاد المكونات اللي عطيتهم لكم تديروهم في مول يكون القطر تاعو 22 سنتيمتر. هذه كي تخدموا نوع واحد. انكم حبيت ندير لكم باش نوريكم بلي بهذه الوصفه ديجا تقدروا ديروا شكل اخر، سواء ديروها هكذا كامله سواء ديروهم انديفيديوال، تديروهم في لي فيغين. دونك ما استعملتش كامل الكميه اللي درتها لكم هنايا. دونك كي تخدموها نوع واحد اشفاو ديروا سيرسو اللي يكون القطر تاعو 22 سنتيمتر. فهمتوا؟ انا درت هذا تاع 18 سنتيمتر خاطر زدت خدمت بهذه الكريمه بهذه القاعده، خدمت دي فيغين. هنا دوكا واش ندير؟ نحط نصف شويه، يعني هي نصف الكميه، مي كوم انا قلت لكم خدمت لي فيغين دونك ماشي نصف الكميه. درت هنايا الطبقه الاولى تاع الكريمه ونعبز عليها بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها هنايا هكذا، باش تجيني كامل على الحواف يجوا كامل معمرين وما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه، بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. من بعد نجيب هذاك لانسير اللي كنت كريمه الليمون اللي كنت وجدتها وكانت في الكونجيلاتور، هاي لك حتى كونجلات، نحيها بهذه الطريقه ونحطها في وسط التشيز كيك. هنا كي تنحيوها روحوا نحيوها غير بالعقل باش ما تتكسر لكمش. شفتوا المراحل تاعو ساهلين. انا صراحه قد ما خدمت تشيز كيك ما نعياش، وهذا الديسير من احب لي ديسير لقلبي، نحبه بزاف، وسورتو هذا بذوق الليمون. هاد الوصفه اللي عطيتها لكم دوكا انا نخدم بها جينيرالمون كي ندير هكذا ذوق الليمون ولا تاع لي فخوي ولا اي حاجه. هذه اللي نعتمدها بزاف. من بعد نزيد نكمل كميه الاخرى تاع الكريمه نحطها من الفوق ونسقمها بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. حاجه سهله مهله. اون فوا نسقم لها كامل، نسقمها من الفوق، نحطها من بعد في الكونجيلاتور. اشفاو في الكونجيلاتور 4 سوايع. والطريقه اللي راني نخدم بها هكذا باش تخلي الكريمه هذيك تتسقم كامل. واش قعد لي ملا كريم كيما قلت لكم تقدروا ديروا بها بزاف انواع. انا هذه اللي قعدت لي رايحه ندير بها ذوق فواكه الغابه. عندي هذاك لانسير واجد، ندير ملعقه هكذاك في هاد لا كونتيتي باسكو ما عنديش بزاف، نديرها ونخلطها باش نعمر بها من بعد لي فيغين. كيما راكم تشوفوا يعني الفيديو راهو واضح والطريقه واضحه وسهله. جبت الكؤوس اللي نقدر فيهم هاد لي فيغين، وكما قلت لكم القاعده هي نفس القاعده اللي درناها هنايا في تشيز كيك بذوق الليمون. هنا درت قيس 2 مغارف تاع البسكوي هذاك نسقمهم هكا بهذه الطريقه، يعني بلا ما تعبزوها كامل. من بعد هذيك الكريمه درتها بلابوش، درتها في لابوش وحطيتها الداخل باش تجي الخدمه تاعكم شابه متحوفه ونقيه. راكم تعرفوا لازم تكون فينيسيون تاعكم شابه كي تخدموا حاجه، خاطرش كيما يقولوا العين تاكل قبل الفم. من بعد هاي لك بلابوش ندير هذيك الكريمه في الوسط ونزيد نديكوريها من بعد بهذاك لو كولي دو فروي روج اللي قلت لكم انا شريته هكذاك واجد بهذه الطريقه، ونحطهم هادو في الفريجيدير. هنا راني مديت لكم نوعين للتقديم تشيز كيك، تقدروا ديروا في فيغين هكذا انديفيديوال كيما تقدروا ديروه واحد كومبلي. وبهاد الكريمه قلت لكم تقدروا ديروا بزاف انواع، انا درت لكم هاد النوعين وانتم تقدروا ديروا النوع اللي حبيتوه. دوكا نروحوا نكملوا التشيز كيك تاعنا عفوا اللي هو بذوق الليمون. كيما قلنا بيان سور اللي كان قاعد 4 سوايع في الكونجيلاتور. من بعد نحيته درت له كريمه الليمون هذيك الاخرى اللي خليتها من الفوق. هنا عندكم حاجه كي تجوا ديروا له كريمه الليمون في هذه المرحله انا نقول لكم بلي راكم رايحين تلقاوها حكمه روحها، ما تخافوهاش، حطوها برك في حمام مائي اون فوا تبدا تذوب، نحيوها خليوها في هذيك السخانه تذوب شويه باش من بعد تفرغوها فوق التشيز كيك تاعكم، سقموها ومن بعد خليوها هكذاك توجور في السيرسو، عاودوا رجعوها للفريجيدير تقعد 12 ساعه باش من بعد تنحوها وتقطعوها. شفيتو قلنا كريمه ما تقطعوش ما تنحيوش السيرسو حتى يقعد 12 ساعه في الفريجيدير. اون فوا ديروا له هذيك لا ديكوراسيون تخليوه هكذاك يزيد في الفريجيدير 12 ساعه، تنحيوه من بعد تقطعوه. بالنسبه للتقطيع شوفوا ملاحظه مهمه جدا، اشاك فوا تجوزوا الموس تاعكم تمسحوه بالبابي، ما تخليوهش هكذاك سينو راكو رايحين تفسدوا له وجهو كامل.
قلنا الفيجوال يلعب دور كبير، لازم تكون عندكم فينيسيون شابه. اشاك فوا تجوزوا الموز لازم تمسحوه بالبابي كيما راني ندير انا. هذه هي الطريقه. وانا كنت من جهه واحده اخرى طلعت شويه لا كريم شونتيي، طلعتها درتها في لابوش باش زينت بها التشيز كيك تاعي من الفوق. شفتوا المراحل سهله وكلش ساهل، روحوا برك بداوه وما تعجزوش. كاين بزاف اللي كيسمعوا هكذا في التحليات يسمعوا فيها ماسكاربون فيها جيلاتين يخافوا. شوفوا ما تخافوا ما والو، ما كاش حاجه سهله قد التشيز كيك. ديريه اليوم غدوه تاكليه تستبني واحد. شوفوا ما نقدرش نوصف لكم، لازم تجربوه باش تعرفوا. هكذا دوكا لحقنا نهايه الوصفه تاعنا. هذه هي الوصفه اللي درتها لكم بالنسبه للتشيز كيك، ودرنا هذوك لي فيغين باللي فخوي روج. مازال عندنا انواع واحده اخرى من التشيز كيك والتيراميسو جايين في الوصفات الاخرى اللي راهم جايين مور هذا الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، شاركوها مع كامل اللي تعرفوهم. بيان سور ديروا جيم للفيديو باش تشجعوني هكذا ونزيد لكم جديد، وخليوا لي رايكم في التعليقات. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.